عارف اللحظة اللي بتبقى قاعد فيها هادي وفجأة تلاقي فرص حواليك كده في كل حتة، حد بيكلمك يقولك ما تيجي نعمل حاجة سوا، ولا ما تيجي نسافر وتلاقي نفسك مش ظابطة معاك. مرة على مرة على مرة تحس ان انت بيفوتك فرص كتيرة قوي، وانه ايه اللي بيحصل في حياتي. يعني الناس كلها والسوشيال ميديا بتزود الموضوع ده قوي كمان، ان انت ناقصك حاجة، في فرصة فايتك. احنا هنا بنتكلم عن الفومو، او fear of missing out، او الخوف من ان انا يفوتني فرصة والفرصة دي تكون كويسة عشاني. وبما ان احنا بنستغل بمعنى الكلمة كل المشاعر السلبية، او المشاعر اللي لسه ملهاش مسمى بتجيلنا وتحسسنا حاجات، بنستغلها ان احنا ناخدها ونفهم رسالتها ايه. فرسالة الفومو هي انه عقلك بيحاول يشتغل معاك عشان يحطك في المكان اللي هو عايز يحطك فيه، عشان نحس انا وانت ان احنا عاملين انجاز، نحس بشعور ان احنا we belong او بننتمي لمجموعة من المنتجين في المجتمع، ان احنا مش عائلة، او ان انا من الشطار من الاوائل اللي بعرف اخد الفرصة من اولها. الفكرة كلها في ان ده كله جميل، بس لو الصوت بتاعي ده مدفوع بخوف فقدان الفرصة، هنا بقى احنا بنتكلم عن فومو خطير، مش مجرد فومو بسيط اللي بيجي لنا من على السوشيال ميديا ده. بنتكلم ان الخوف اللي جوايا خلاص بقى متأصل، ان انا عايز مكاني قوي، عايز احس بالامان جدا لدرجة ان مفيش ربع فرصة بتعدي غير لما بكون فيها بعملها. بتلاقي نفسك في الاخر وصلت انك دخلت شغلانة مش حاببها مثلا، او كارير بدأته مش عارفة انت بدأته ليه، علاقة دخلت فيها بس عشان خاطر الشتا دخل. ناس كتيرة قوي دخلوا علاقات بس عشان خاطر اللي حواليهم موجودين في علاقات. وبتلاقي انه في الاخر انا مش ندمان، بس انا بجد مش لاقي حل لتصرفاتي الاندفاعية دي. انا كل شوية بلاقي حد بيعمل حاجة بخاف احسن انا كمان ما بقاش في مكان، وما بقاش ليا شكل ولا ليا هوية ولا ليا شخصية، وبقوم داخل فيها على طول لحد ما بجد فقدت كل حاجة. فقدت حتى الموتيفيشن بتاعي او الدافع بتاعي، انا بعمل ايه عشان مين؟ ان انا بقيت ناس كتيرة قوي من كتر ما بخاف افوت الفرص، فما بقيتش انا، عشان بس الدنيا ما توسعش قوي مننا هنبسط الفكرة.